الفنانة المصرية الجميلة عايدة رياض بتبهر الجمهور بالزي الجزائري، وسر إطلال قفطان القاضي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي أشعلة السوشيال ميديا. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. الفنانة الجميلة المصرية عايدة رياض كانت ترند الساعات الماضية اللي فاتت، مش بس عشان خاطر فنها، لأ دي خطفت الأنظار بجمالها في قلب الجزائر وهي لابسة قفطان القاضي والكراكو. حضراتكم عايزين تعرفوا إيه سر الزيارة دي؟ إن هي قالت كمان إن هي حاسة إن هي وسط أهلها بالضبط، وكانت مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا في بلد ال1.5 مليون شهيد لولاية سطيف. وقالت إن ولاية سطيف ولاية جميلة جدًا، 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 وإن هي متميزة، وقالت إن ولاية سطيف متميزة في كل حاجة. وطبعًا هي ظهرت بإطلالتين أحلى من بعض. أول إطلالة كان قفطان القاضي الجزائري زي ما حضراتكم شايفين في الصور، ده مش مجرد لبس، ده تحفة فنية بجد. يعني حضراتكم عارفين إن اللباس الجزائري ده بيبقى تحفة فنية، و كان بالنسبة لها كانت حاجة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. والإطلالة التانية كانت إطلالة الكراكو العاصمي، كمان الكراكو اللي هو يعني أيقونة الجمال في الجزائر، وعبّرت عن إعجابها الشديد جدًا، جدًا، جدًا ب بالكراكو الجزائري. وقالت إن هي مبسوطة جدًا، جدًا باللي هي يعني إن هي في بلدها التانية، بلدها اللي بتحبها جدًا، جدًا، جدًا. بالنسبة لها هي كانت مبسوطة جدًا، جدًا. وطبعًا حضراتكم عارفين طبعًا الأكلات الجزائرية، يعني ده طبعًا هيبقى في موضوع تاني وهيبقى في فيديو تاني. تابعوني وانتظروني ومع السلامة.